زي ما انتوا شايفين. بعد كده هدخلها الفرن، واول لما تتشمع هطلعها. ده شكلها هو كده يا جماعه بعد ما اتشمعت معايا بعد مرحله نص السوا. جبت نص كوبايه بالظبط من اللبن، عليها بيضه ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وبدات كده هو ان انا اقلبها كويس جدا واسقيها بشويش في كل حته. طبعا اهم حاجه تركزي كويس قوي قوي على الاطراف، عشان دي اللي بتبقى ناشفه اكتر حاجه. زي ما انتوا شايفين كده بدات اوزع بالفرشه كويس جدا، والف الصينيه في كل حته عشان اتاكد انها كلها اتشربت زي بعض. وده شكلها بالظبط بعد نص ساعة من التسوية. طبعا بيفرق من فرن للتاني، المهم انها تستوي وتحمر من كل حتة معاكي. زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم بجد يا جماعة كان شكلها وطعمها وريحتها تحفة، لازم تجربوها. طبعا وزي ما شفتوا هي سهلة جدا، وفي نفس الوقت برضو سريعة، يعني ما خدتش ولا وقت ولا مجهود خالص. عايزة اقول لكم كمان كانت دسمة جدا ومليانة خير كده وحلوة قوي، مع انه والله سبحان الله كل دي كانت بواقي في التلاجة موجودة عندي. بصوا يا جماعة كانت عاملة ازاي، بجد بجد كانت القطمة منها بتدوب في البق. بجد حلوة وسريعة، تنفع معاكي غدا او عشاء او عزومة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. من هنا للفيديو الجاي بجد بجد هتوحشوني. ما تنسوش اللايك الحلو والشير والكومنت الحلو اللي زيكم، وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد اول ما ينزل فيديو. باي باي.